اجتماعا خاص بفسخ العقد، يعني لا نقاش لا مفاوضات لا كذا، باش نكونوا واضحين مع الشارع الرياضي. قالوا رأيهم واستشيروا في رأيهم، جميل. أتمنى أن لا أكون ممن أخر قرار الإقالة، ما أبغاش نعطي هو يقولوا دابا كيعطي راسه مكانة لا يستحقها، ولكن ربما كانت سيناريوهات معينة وتبعثرت الأوراق فيما. مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم غادي نهضروا على حقيقة إقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب الوطني المغربي. هذا الموضوع اللي خلق ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي او كلشي كيهضر عليه. المغاربة كاملين تيسولوا واش بصح تمت إقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟ واش الجامعة قررت تطوي صفحة المدرب اللي قدر يوصلنا لنصف نهائي كأس العالم واللي حقق معنا إنجازات تاريخية؟ واش بصح غادي يتم تعويضه بمدرب المغربي طارق السكيتيوي اللي حقق انجاز تاريخي مع المنتخب الراتب وقدر يفوز بكاس العرب بقطر، او بالفرنسي ايرفي رونار؟ ولا هذا الشيء غير اشاعات وتهويل اعلامي جا من بعد خيبه امل في الكان المغربي؟ خليكم معنا حتى لاخر الفيديو حيت غادي نكشفوا الحقيقه الكامله بلا زياده بلا نقصان، وغادي نهضروا على رده فعل الجمهور المغربي وعلى الضغط الصحافه والاسئله ديالهم المثيره والصادمه، وغادي نهضروا كذلك على موقف الجامعه الملكيه من هذا الشيء. وفي الاخير غادي نعطيكم الراي ديالنا، واش حنا مع اقاله وليد الركراكي او الاستمرار ديالو مع المنتخب. لكن قبل ما نبداو هذا الفيديو نتمنى انكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، ديروا معكم واحد الجيم، فعل زر الجرس وخلي شي كومونتير زوين، لان دعمكم هو سر النجاح ديالنا على بركه الله. خلينا نكونوا واضحين، كأس افريقيا اللي تنظم في المغرب كان فرصه تاريخيه للمنتخب باش يفوز بهذه النسخه، لان كل شيء كان مهيأ ومستعد لهذا الحدث. الجمهور اكثر من رائع، الملاعب التاريخيه والمميزه باعتراف الجميع، التنظيم اللي كان من عالم اخر، كل شيء كان كيشير ان الكاس غادي يبقى في الدار. لكن الواقع كان مختلف، والاقصاء كان مؤلم والصدمه كانت كبيره، حيت التوقعات كانت اعلى من النتيجه، والسيناريو اللي خسر به المنتخب عمرنا ما تصورناه او حلمنا به. سيناريو غريب وعجيب بدا من السلوك الغير اخلاقي اللي داروا المنتخب السنغالي. À partir du moment où une équipe quitte le terrain alors qu'elle n'en a pas été, elle n'en a pas le droit, le match est terminé. Ils ont pas tous quitté le terrain. Ils ont quitté le terrain. Je crois qu'il doit y avoir un joueur sur le terrain qui reste dedans. Plus sur la pelouse. Non, normalement c'est 8. Normalement tu continues un match lorsque tu es jusqu'à 8. Il n'y avait pas 8 joueurs sur le terrain. Il n'y avait pas 8 Sénégalais 10 minutes après qu'il ait sifflé le c'est sûr. Bon, eh bien le match est terminé. Après la décision de l'arbitre de la rencontre de siffler un penalty pour le Maroc, une partie des joueurs ont quitté la pelouse. واللي خلق ضجه كبيره على منصات التواصل، واللي حتى الان كلشي كيتسنى قرار ديال الكاف والفيفا. المغاربه حسوا بالشمته في هذا الماتش، وهنا بدا الغضب، ماشي غير غضب الخساره ولكن غضب الاحساس بان اللقب ضاع في الدار. كاس افريقيا ما كتبغيناش، حنا كنبغيوها وهي ما كتبغيناش. درنا كلشي باش نربحوا هاد كاس افريقيا، نظمنا احسن كاس افريقيا في التاريخ ديال لافريك كامل، درنا كلشي، كان كلشي مواجب باش اننا نربحوا هاد لاكان. ما بغاتناش، ما كاينش شي تحليل تكتيكي تقني، درنا كلشي باش نربحوا هاد لاكان. وباش نكونوا واقعين، هذا الشيء اثر حتى على النفسيه ديال معظم اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. بعد الاقصاء شفنا موجه غضب عارم في السوشيال ميديا، هاشتاغات كطالب برحيل وليد الركراكي، اتهامات بسوء الاختيارات وانتقادات لاسلوب اللاعب. كاين جمهور قال الركراكي عطى كل ما عنده وخاصنا نحترمه وخاصو يمشي مرفوع الراس، وكاين جمهور اخر قال المغرب محتاج لمدرب جديد بعقليه جديده قبل كاس العالم. وهنا خاصنا نطرحوا واحد السؤال اللي مهم، واش القرار خاصو يكون بالعاطفه ولا بالعقل والتخطيط؟ الجواب هو ببساطه هو العقل والتخطيط، لان بالعقل يمكن لنا ننجحوا وبالتخطيط يمكن لنا نستمروا ونتطوروا. الصحافه المغربيه حتى هي دخلات على الخط وبواحد الشكل اللي قوي. بعض المنابر كانت متزنه وكتعرف اش كتقول، وبعضها كانت قاسيه بزاف على وليد. واكثر لحظه اثارت الجدل هي الندوه الصحفيه، فين واحد الصحفي سول وليد الركراكي سؤال مباشر وصادم، وقال له بالحق السيد وليد امتى غادي تقدم الاستقاله ديالك؟
انا استحلفك بالله امتى غادي تستاقل باش تكفر على هذا الشيء، لانه حنا عشنا في الوهم واليوم النكبه كنعيشوها. وشكرا. هذا السؤال اللي ما عجبش بزاف ديال المغاربه حيت حسوا به قاصح، وخصوصا فاش دمعات عين وليد الركراكي. هذا الكلام اللي كيعكس حجم الضغط اللي ولا على هذا المدرب. وليد الركراكي اكد انه تيتحمل المسؤوليه الكامله في هذه الخساره. كاينين حتى صناع المحتوى دخلوا بقوه، ومنهم اليوتيوبر المعروف الحجوي قال بصراحه المغرب دابا وقبل كاس العالم 2026 محتاج لمدرب جديد بعقليه جديده يجدد الدماء ويستعد القوه لتحقيق انجاز تاريخي اخر مع المنتخب. كختام نتمنى من السيد رئيس فوزي القجع على انه يعطي فرصه المدرب اخر لتجديد الدماء، لتجديد الثقه، ديكليك اللي ممكن انه نديروا به شي حاجه. حتى كاس العالم راه سويرتي واش نمشيو بطاقه ايجابيه ولا بطاقه سلبيه. هذا الراي لقى تفاعل كبير حيت كيعبر على فئه واسعه من الجمهور اللي كتشوف ان مرحله الركراكي كانت ناجحه، ولكن ربما وصلت للنهايه ديالها. ودابا جا الوقت باش نجاوبوا على حقيقه الاخبار المتداوله. واش شمت اقاله وليد؟ الحقيقه بلا تهويل، هاد الاخبار المتداوله حول اقاله وليد الركراكي غير صحيحه ولا تستند لاي قرار رسمي. خلينا نكونوا واضحين، وليد الركراكي مازال مدرب المنتخب المغربي، مصدر حتى شي بلاغ بالجامعه، ما كاين حتى قرار بالاقاله او قبول الاستقاله ديالو. اما بالنسبه للاسماء اللي كتروج وتيقولوا انها غادي تعوض وليد بحال طارق سكيتيوي او مدربين اخرين، فهي فقط تكهنات اعلاميه ولا يوجد اي تواصل رسمي مع اي مدرب بديل. بالنسبه للعقد اللي وقع وليد الركراكي مع الجامعه المغربيه لكره القدم باقي سير المفعول حتى 2026، يعني حتى يفوت كاس العالم عاد غادي يسالي. Tenemos aquí al seleccionador de Marruecos. Seleccionador, hasta ¿qué contrato tienes? 2026 está el Mundial en Estados Unidos. Hasta el Mundial tienes contrato. Hasta el Mundial, sí. ¿No? Pienso que si no gano la Copa de África, hasta la Copa de África. Por eso prefiere ganar que jugar bien, claro. Claro, ¿ves? ونزيدكم حاجه، فسخ العقد ماشي سهل وكيحتاج قرار مدروس ماليا ورياضيا. وباش نعرفوا واحد الحاجه المهمه ولله الحمد، عندنا جامعه ثقيله ومتزنه، الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ما متسرعاش وكتفكر في المصلحه العامه وكتحسب العواقب اللي ممكن تنتج على اي قرار ماشي في المحل ديالو. الاجتماعات المرتقبه مع فوزي القجع حسب المعطيات المتوفره غادي يكون اجتماع بين وليد الركراكي ورئيس الجامعه فوزي القجع. هذا الاجتماع غادي يناقشوا فيه تقييم المشاركه في الكان، الاخطاء وشنو غادي يديروا في المستقبل ان شاء الله، والاستعداد لكاس العالم 2026. وهنا كل شيء ممكن، اما الاستمرار مع تصحيح المسار او الانفصال بالتراضي، ولكن بهدوء وبعقل. حتى الان الحقيقه الواضحه الاخوان هي لا اقاله لا قرار رسمي، النقاش مفتوح والضغط موجود. وليد الركراكي مازال مدرب المنتخب وكل ما كيروج دابا غير اشاعات. ودابا غادي نعطيكم رايي الخاص، واش نبدلوا المدرب دابا ولا نصلحوا الاخطاء ونكملوا. التغيير عنده مخاطر كبيره وخصوصا في هذه الفتره. وليد الركراكي مدرب كبير رغم الاخطاء، قدر يفهم المنتخب والخصوصيات ديالو، يعني وصل لواحد المرحله مهمه مع المنتخب. وباش يجي شي مدرب دابا صعيب عليه باش يفهم المنتخب وغادي يخصو وقت طويل لتحقيق النتائج. وحنا تنعرفوا ان اي مدرب تيبغي يبين راسو ويدير تشكيلته الخاصه، وهذا الشيء غادي يغير بزاف في ملامح المنتخب. زائد الركراكي ولد البلاد وعنده غيره كبيره على الوطن، وهذه صعيب تلقاها شي مدرب اجنبي. إذا رأيي المتواضع الخوت واللي بنيته على العقل والتخطيط ماشي على العاطفة هو استمرار وليد حتى يفوت كأس العالم 2026، ومن بعد يتم اتخاذ القرار الصالح، لأن الوقت غادي يكون قدام أي مدرب جديد. لكن في الوقت الحالي وليد الركراكي هو المدرب اللي صالح لنا أكثر من أي مدرب آخر. ودابا جا الدور ديالكم باش تقولوا لينا واش نتوما مع استمرار وليد الركراكي ولا مع التغيير ديالو قبل فوات الاوان. خلي الراي ديالك في التعليق وما تنساش واحد لايك
دير اشتراك في القناه باش يوصلك كل جديد. الى اللقاء، الله يعاونك.